السلام عليكم مستمعينا الكرام، اينما كنتم. كما تشاهدون معنا الان طريق بين شفشاون وتطوان. مباشرة من مدينة تطوان، ارتفاع منسوب وادي المحنش يقطع الطريق بين الرابطة بين معنا. مباشرة متتبعين الأوفياء، كما كتشاهدوا معنا ارتفاع منسوب وادي المحنش يقطع الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون. كما كتشاهدوا معنا الآن رفعت سيارة، صور السيارة الآن كما كتشاهدوا معنا الآن مباشرة من هنا من مدينة تطوان. ارتفاع منسوب المياه كما كتشاهدوا معنا مباشرة. كما كتشاهدوا معنا في هذه الأثناء مواطن يريد أن يقطع الطريق وتدخل الأمن مباشرة من هنا من مدينة تطوان. كما كتشاهدوا معنا خروج شاحنة مباشرة من تطوان، منسوب وادي المحنش يقطع الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون بحضور تطوان. الآن كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر والحصري متتبعين الأوفياء من كل ربوع المملكة من هنا من طريق الرابطة بين شفشاون وتطوان. كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر والحصري متتبعين الأوفياء. كما كتشوفوا ضعف صميم الانترنت من هنا. كما كتشاهدوا معنا طريق مسكر، يعني السلطات المحلية قامت يعني بإيجاد الطريق. كما كتشاهدوا معنا الآن متتبعين طنجة 24 ومتتبعين الأوفياء، كما كتشاهدوا معنا في البث المباشر والحصري متتبعين الأوفياء. كتشاهدوا معنا متتبعين الأوفياء من كل ربوع المملكة. الآن السلطات المحلية تقوم بشد الطريق الذي كيربط بين تطوان وشفشاون. الطريق الآن مغلق كما كتشوفوا، يعني ارتفاع مهول لواد المحنش. كما كتشاهدوا معنا الآن في البث المباشر والحصري متتبعين الأوفياء من عين المكان. خليكم معنا في البث المباشر الآخر. والآن إن شاء الله اليوم غنقول لكم الأحداث يعني كاملة، كما كتشوفوا تدخلات ديال السلطات المحلية. وأيضا كما كتشاهدوا معنا في البث المباشر الآليات اللي حاضرة هنايا معنا. كما كتشوفوا تدخل السلطات المحلية اللي قايمة بالواجب الآن مباشرة من هنا من عين المكان. يعني ارتفاع مهول في واد المحنش. كما كتشاهدوا معنا متتبعين الأوفياء من كل ربوع المملكة من هنا من يعني الطريق مغلق الآن بين تطوان وشفشاون. الطريق اللي كتربط بين تطوان وشفشاون الآن مغلق. كما كتشاهدوا السيول المهولة الآن في واد المحنش. تدخل الآليات الآن كما كتشوفوا الآليات الجرار، تدخل الجرار يعني باش تخرج السيارة الحين، السيارة اللي تم إخراجها. كما كتشاهدوا معنا في البث المباشر متتبعين الأوفياء من ربوع المملكة من هنا من عين المكان. كما كتشوفوا الآن الجرار يدخل. كما كتشوفوا السيارة اللي كانت عالقة الآن كنجبدها جرار. كما كتشاهدوا معنا متتبعين الأوفياء من ربوع المملكة في البث المباشر والحصري من هنا من مدخل مدينة تطوان، الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون. كما كتشاهدوا معنا الآن متتبعين الأوفياء من كل ربوع المملكة. الآن تراكتور دخل باش يجبد سيارة، هناك سيارة عالقة كما كتشاهدوا معنا في البث المباشر، سيارة سيزوكي عالقة الآن في هذا المشهد. يعني السيارة اللي عالقة متتبعين الأوفياء من كل ربوع المملكة كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. يعني دخل جرار باش ينقذ السيارة العالقة، السيارة اللي عالقة هنا بسبب واد ارتفاع منسوب واد المحنش يقطع الطريق بين الرابطة بين تطوان وشفشاون.
معنا الان في هذا البث المباشر والحصري متتبعينا سياره